ماذا لو كانت أكثر التقنيات إحداثاً للثورة في مستقبل السيارات ليست كهربائية ولا شمسية ولا حتى هيدروجينية، بل شيئاً موجوداً حولنا منذ بداية الزمن؟ تخيل مركبة تعمل بالماء، آلة تشغل بإحدى أبسط وأكثر المواد وفرة على الأرض. يبدو الأمر غير قابل للتصديق، ومع ذلك فإن الهمسات المتزايدة داخل عالم السيارات تشير إلى أن تويوتا قد تكون تستعد للكشف عن هذا تحديداً. محرك يعمل بالماء قد يعيد كتابة قواعد المرور. وإذا ثبتت صحة هذه الشائعات، فقد تجبر كل شركة سيارات كبرى قريباً على إعادة التفكير في كل ما تعرفه. اتجاه جديد في استراتيجية تويوتا للطاقة النظيفة. لطالما سلكت تويوتا طريقاً غير تقليدي عندما يتعلق الأمر بالطاقة النظيفة، ففي حين اندفعت شركات كثيرة نحو السيارات الكهربائية، وازنت تويوتا بين السيارات الهجينة والهيدروجين وكفاءة الاحتراق وأنظمة الوقود الناشئة. وقد استثمرت الشركة مليارات الدولارات في البحث عن طرق لخفض الانبعاثات دون حصر المستهلكين في تقنية واحدة. ولهذا السبب جذب الادعاء بأن تويوتا تعمل على محرك حقيقي يعمل بالماء كل هذا الاهتمام. هذه ليست فكرة ترى كثيرا في دوائر الهندسة السائدة، فمعظم التجارب السابقة المتعلقة بمحركات الماء بقيت داخل مختبرات صغيرة أو ورش هواة أو دراسات أكاديمية محدودة، ولم تحاول أي شركة سيارات عالمية من قبل دفع هذا المفهوم نحو الإنتاج الضخم. وهذا وحده يجعل مشاركة تويوتا أمراً مهماً، فالشركة تمتلك القدرة التصنيعية والانتشار العالمي والخبرة التقنية لتحويل مفهوم غير متوقع إلى منتج استهلاكي موثوق. وقد أثبتت تويوتا بالفعل أن احتراق الهيدروجين ليس ممكناً فقط، بل عملي أيضاً، فمحركها الهيدروجيني ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر مثال حقيقي يعمل فعلياً على كيفية منافسة الوقود البديل للبنزين. لكن هذا المشروع الجديد يهدف إلى الذهاب أبعد من ذلك. نظام ينتج هيدروجينه الخاص من الماء في الوقت الحقيقي، يلغي الحاجة إلى خزانات ثقيلة ومحطات خاصة أو قواعد تزويد معقدة. وهذا يمثل فصلاً جديداً في نهج تويوتا نحو التنقل المستدام، مع انتقال من الاعتماد على الوقود الخارجي إلى دورة طاقة نظيفة يتم توليدها ذاتياً. الفكرة الأساسية وراء هذا المحرك بسيطة لكنها عبقرية. فبدلاً من تخزين الهيدروجين تحت ضغوط عالية جداً، تحمل المركبة خزاناً من الماء، وداخل هذا الخزان توجد أقطاب كهربائية. وعندما تتلقى هذه الأقطاب جهداً كهربائياً مضبوطاً، تقوم فوراً بفصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين عبر التحليل الكهربائي، ثم يرسل الهيدروجين مباشرة إلى غرفة الاحتراق حيث يشتعل ويولد الطاقة. ولأن الهيدروجين ينتج فقط عندما يحتاجه المحرك، فإن السيارة لا تحمل كمية كبيرة من الغاز القابل للاشتعال. وهذه التفاصيل وحدها تزيل كثيرا من المخاوف الأمنية التي أبطأت اعتماد سيارات الهيدروجين لعقود. فالمركبات التقليدية العاملة بالهيدروجين يجب أن تخزن الغاز المضغوط عند ضغوط تتجاوز 700 بار، وهذه الخزانات يجب أن تكون مدرعة ومراقبة وتفحص بانتظام. كما أن بناء محطات التزود بالوقود مكلف جدا، وتخزين الهيدروجين خارج المركبة يتطلب تحكما دقيقا في الحرارة والسلامة الهيكلية. أما محرك تويوتا المائي فيتجنب كل هذه المشكلات، فهو يولد الهيدروجين عند الطلب ويستخدم خزانا مدمجا، ولا يحتاج إلى تخزين مكلف يتحكم بالمناخ. ويبقى المحرك خفيفا بسيطا وسهل الدمج في طرازات سيارات مختلفة. والأكثر إثارة للإعجاب هو سرعة حدوث عملية التحليل الكهربائي. فمع المواد الحديثة والإلكترونيات الفعالة، يمكن إنتاج الهيدروجين تقريباً فور ضغط السائق على دواسة الوقود. ومن خلال إزالة الحاجة إلى بنية تحتية خارجية للهيدروجين، يصبح تصميم تويوتا أكثر عملية بكثير للسائقين اليوميين،
خاصة في المناطق التي لا توجد فيها محطات تعبئة للهيدروجين، وهذا يحل واحدة من أكبر العقبات التي تواجه الوقود البديل. توفر السيارات الكهربائية انبعاثات صفرية من العادم، لكن تأثيرها البيئي أكثر تعقيداً مما يبدو، فالبطاريات الضخمة تتطلب الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، واستخراج هذه المواد قد يضر بالنظم البيئية ويلوث الأنهار ويؤثر على المجتمعات، كما أن إنتاج البطاريات يتطلب طاقة عالية، مما يجعل التكلفة البيئية الإجمالية بعيدة عن الكمال. أما محرك تويوتا المائي فيتجاوز هذه السلسلة بالكامل، فلا حاجة لبطاريات ضخمة، ولا حاجة لمعادن نادرة، ولا نفايات بطاريات طويلة الأمد تحتاج إلى إدارة لاحقاً. يصبح الماء هو الوقود، والماء أحد أكثر موارد الكوكب سهولة في الوصول، وحتى المياه المخففة يمكن معالجتها، وقد يكون التزود بالوقود بسيطاً مثل سكب ماء مقطر داخل الخزان، وهذا يضيف راحة لا تستطيع حتى السيارات الكهربائية مجاراتها، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى شبكات شحن موثوقة. كما يتحسن الأثر البيئي للهيدروجين بشكل كبير عندما ينتج من الماء عند الطلب بدلاً من إنتاجه في مصانع صناعية، فلا توجد انبعاثات من إنتاج الوقود ولا خسائر نقل ولا مخاطر تخزين. وبالمقارنة مع سيارات الهيدروجين التقليدية، يتجنب هذا المحرك الحاجة إلى خزانات فولاذية قوية يجب أن تبقى تحت إشراف صارم. الهيدروجين صعب الاحتواء لأنه أصغر جزيء في الكون، فإذا وجدت فجوة مجهرية في الخزان يمكن للغاز أن يتسرب. أما الماء فهو مستقر وآمن، وأي حاوية قادرة على حمل السوائل يمكن أن تعمل كخزان وقود. وهذه البساطة تدعم الانتشار الواسع، خاصة في الدول النامية حيث الوقود مكلف والبنية التحتية محدودة. ومن خلال جعل الطاقة النظيفة متاحة، قد يعيد نهج تويوتا تعريف التنقل المستدام عالمياً. ورغم أن التقنية تبدو خفيفة، فإن المحركات العاملة بالماء يمكن أن تقدم أداءً مفاجئاً. فعندما يحترق الهيدروجين يطلق طاقة كبيرة، وتشير بعض التقديرات إلى أن الهيدروجين يحتوي على ما يصل إلى 3 أضعاف الطاقة لكل وحدة مقارنة بالبنزين. وهذا يعني أن نظام احتراق هيدروجيني مصمم جيداً يمكن أن يضاهي أو يتفوق على المحركات التقليدية في القوة والعزم. ويمنح تاريخ تويوتا الهندسي هذه التقنية فرصة أفضل للنجاح، كما أن السلامة ميزة قوية أخرى، لأن المحرك يولد الهيدروجين فقط عند الحاجة، فإن السيارة لا تخزن أبداً كمية كبيرة من الغاز القابل للاشتعال، وهذا يقلل بشكل كبير من مخاطر الانفجار، كما يزيل الحاجة إلى حاويات عالية الضغط وصمامات أمان معقدة ومراقبة مستمرة. والتصميم الميكانيكي نظيف وبسيط، فعدد أقل من الأجزاء يعني أعطالاً أقل، وهذه البساطة تجعل الصيانة أرخص وأسهل من السيارات الكهربائية التي تعتمد على إلكترونيات معقدة وأنظمة تبريد وحزم بطاريات كبيرة. ويمكن بناء محرك مائي باستخدام أجزاء ميكانيكية قياسية، ما يعني أن الإصلاحات يمكن إجراؤها في أي ورشة تقريباً. وأحد أفضل الأمثلة على ما يمكن أن يحققه محرك مائي بسيط يأتي من العالم الإيراني علاء الدين كاسمي، فباستخدام معدات محدودة قام بتحويل سيارة بيجو 405 لتعمل بالماء، وحققت سيارته 48 إلى 64 كيلومتراً لكل جالون، متفوقة على النسخة الأصلية العاملة بالبنزين. وهذا يثبت أن حتى التجارب الصغيرة يمكن أن تقدم نتائج مبهرة. ومع مواد تويوتا المتقدمة وأجهزتها الاستشعارية وقوتها الهندسية، قد تكون النتائج أكبر بكثير. قد توفر السيارات العاملة بالماء نقلاً ميسور التكلفة وفعالاً دون الاعتماد على النفط أو المعادن النادرة. العقبات
وسوء الفهم والرحلة نحو الاعتماد الشامل. حتى مع مزاياه يواجه محرك الماء تحديات، فسوق السيارات يتجه حالياً نحو المركبات الكهربائية بأقصى سرعة، وقد أنفقت مليارات على شبكات الشحن وتطوير البطاريات. كما أعلنت الحكومات أهدافاً طويلة الأمد للسيارات الكهربائية، وإدخال تقنية جديدة في هذا الوقت المتأخر يحمل مخاطرة. كما أن فهم الجمهور يمثل مشكلة، فكثير من الناس يخلطون بين محركات الماء والعلوم الزائفة، أو يعتقدون أن الفكرة تخالف قوانين الفيزياء. لكن في الواقع هذا المحرك لا يخلق الطاقة من لا شيء، بل يستخدم الكهرباء لإنتاج الهيدروجين، ثم يحرق ذلك الهيدروجين بطريقة نظيفة، وهذا يتوافق تماماً مع المبادئ العلمية. ولا تزال هناك تحديات تقنية أيضاً، فالأقطاب الكهربائية يجب أن تتحمل الاستخدام المستمر، والمواد يجب أن تقاوم التآكل، ونظام التحليل الكهربائي يجب أن يعمل بسلاسة في الحر الشديد أو البرد القارس. كما يجب على تويوتا إثبات أن المحرك يمكنه العمل لمئات الآلاف من الأميال دون فشل. وستحتاج القوانين إلى التكيف، خاصة في الدول التي تخضع فيها أنظمة الهيدروجين لقوانين سلامة صارمة. لكن هناك مؤشرات قوية على أن محركات الهيدروجين المعتمدة على الماء قد تتجاوز هذه العوائق، فالتصميم يزيل بالفعل كثيراً من مخاطر السلامة الموجودة في سيارات الهيدروجين التقليدية، فهو لا يخزن كميات كبيرة من الغاز، ويستخدم مكونات أصغر وأكثر أماناً. كما أن بساطته الميكانيكية تقلل احتياجات الصيانة، ولأنه لا يعتمد على محطات شحن أو محطات هيدروجين يصبح اعتماده أسهل للدول ذات البنية التحتية المحدودة. إذا تمكنت تويوتا من إنتاج محرك مائي بكميات ضخمة وبسعر مناسب، فقد يكون التحول سريعاً، خاصة في المناطق التي يكون فيها النفط مكلفاً والشبكات الكهربائية غير مستقرة. وقد يصبح التنقل بالماء خطوة عملية نحو مستقبل أنظف. قد يصبح محرك تويوتا المائي المزعوم أحد أهم الاختراقات في النقل الحديث. فتحويل الماء البسيط إلى طاقة نظيفة عند الطلب يزيل كثيراً من العقبات التي تحد من السيارات الكهربائية والهيدروجينية اليوم. انخفاض التكاليف، وتشغيل أكثر أماناً، وتزويد أسهل، وأثر بيئي أقل، كلها تشير إلى مستقبل واعد. ورغم أن طريق الاعتماد الكامل لن يكون سهلاً، فإن المكافأة المحتملة هائلة. وإذا نجحت تويوتا فقد يعيد العالم كله قريباً التفكير في ماهية السيارة وكيف يجب أن يبدو الوقود. وقد يكون عصر التنقل بالماء أقرب مما توقعه أي شخص.